النهاردة هعمل معاكم الانجليش كيك بطريقة سهلة وبسيطة جدا، واحلى انجليش كيك هتعملي في بيتك. هنجيب 3/4 كوباية زبدة في حرارة الغرفة، هنحطها في بولة زي ما انتم شايفين، وهنبتدي نحط بقية المكونات. هنضرب الاول الزبدة كويس جدا لحد ما تبقى كريمي بالطريقة دي. 3/4 كوباية زبدة هنضربها وهنضيف عليها 3/4 كوباية سكر. اوكي، سكر بودرة مش خشن، سكر بودرة. هنضربها لحد ما يبقى يفتح اللون بتاعه ويبقى بالقوام دوت زي ما انت شايفين. نقلبها كده من فوق من تحت لفوق عشان لو في سكر تحت يطلع معانا لو راقد في قلب قاعدة البولة. هنضرب برضو كده شوية وهنضيف 3 بيضات في حرارة الغرفة. نضرب اول بيضة بالتدريج لحد ما تختفي، ونبتدي نحط بقية البيض بيضة بيضة. نحط التانية ونضرب لحد ما تختفي برضو، واخر حاجة نحط البيضة التالتة. يبقى المكونات كلها 3/4 كوباية زبدة، 3/4 كوباية سكر، 3 بيضات. كده سهل جدا مفيهاش حاجة خالص. طبعا زبدة تكون نيوزيلندي. هنحط البيضة التالتة وهنبتدأ نضرب تاني لحد ما تختفي البيضة التالتة. هنحط معاها فانيليا، شوية فانيليا سايلة كده او فانيليا بودرة او اي نوع فانيليا تكون عندك، بس زي ما بقول في كل فيديوهاتي بتاعة الحلويات ما نكترش من الفانيليا البودرة لانها بتمرر الحلويات، ودي قاعدة لازم تاخدوها في بالكم يعني. بص اللون بقى فاتح ازاي، بقى تلج خالص. طبعا والزبدة تحس انها زادت، يعني في الضرب كده تحس ان 3/4 كوباية زبدة ابتدت تزيد. هنجيب بقى الفواكه المجففة حسب ما انت عايزة. انا حطيت فواكه مجففة على عين جمل. حطيت حوالي نص كوباية ونص كوباية، بقت كوباية كاملة كبيرة. نص كوباية فواكه مسكرة ونص كوباية عين جمل. عايزة تستغني عن عين جمل استغني عنه، كفاية عليكي الفواكه المسكرة، مش شرط يعني تحطي مكسرات. طبعا ونحط زبيب، انا مع الفواكه المسكرة حطيت شوية زبيب، برضو ملهوش لازمة لو مش عندك الفواكه المسكرة ممكن تستغنى عن بقية المكونات. هنحط عليها معلقة دقيق ونقلبها عشان ما تنزلش في قاع الصينية أثناء الخبز. جبنا بقى الزبدة والسكر، هنضيف عليها 3 كوباية ونص دقيق مع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا نكون نخلينه كويس جدا. هنضرب المكونات مع بعض، وحطينا حوالي معلقتين فواكه مسكرة مع الخليط ونضربهم. بعدين هنحط بقية المكونات. بصوا انا حطيت معلقتين فواكه مسكرة. بصوا نقلب كله مع بعض اهو كده، اندمج الخليط مع بعض، الزبدة والسكر مع الدقيق. نحاول نضرب تاني شوية بحيث ان كل الدقيق كله يختفي في قلب الزبدة. كده خلاص. هنبتدي نضيف بقية المكونات اللي هي الفواكه المسكرة، نضيفها على الخليط ونقلبها بمعلقة او باسباتيولا. بصوا اهي، الاول حطينا معلقتين نضربهم مع الزبدة، وهنحط برضو شوية على الوش كده برضو ونقلب من الفواكه المسكرة. وهنقول لكم هنحط بقية الفواكه المسكرة ازاي. هنجيب قالب الانجليش كيك زي ما انتم شايفين، وهنحطه شوية من الفواكه المسكرة في قاع الصاج او قاع الصينية، قالب الانجليش كيك يعني. وهنحط نص المكونات، نص الخليط عليها. هنحط نص الخليط عليها. انتي عايزة بقى تحطي المكونات اللي هي الفواكه المسكرة عليها كلها وتقلبي، مفيش مشكلة.
دي او دي بالطريقه دي كل الفواكه المسكره هتبقى في قلب الكيكه نفسها، مش هتسقط يعني. بصوا حطيت، عملت ايه بقى، حطيت المكونات اللي هي الفواكه المسكره في النص بالطريقه دي، وهنحط بقيه الخليط، يعني حبه تحت وحبه في النص وبعدين بقيه الخليط فوق. هنحط بقيه الخليط وهنساويه عدل، هنساويه كويس جدا يعني. كوباية ونص عملوا القالب الانجليش كيك المتوسط مش الكبير، يعني ده قالب كيك متوسط، في مقاسين، المتوسط والكبير. انت عايزة بقى تضعفي الكمية في قالب كبير ضعفي. بص بساوي ازاي بحيث ان كله يبقى يعني متساوي في قلب القالب. هنجيب بقى بقية بص بحط بقية الخليط، هنجيب بقى بقية الفواكه المسكرة وهنحطها على الوش، بتدي منظر حلو جدا جدا وبعد ما تستوي. بص انا بعمل الخط اللي في النص ده عشان يستوي كويس، يعني لازم تعملي الخط في النص ده عشان يستوي كويس. هنبتدي بقى نرش بقية الفواكه المسكرة الحبة الباقيين على الوش بالمنظر ده، ولو عندك كريز ممكن تزوقي بيه زي ما انا هعمل، ما عندكيش مش مشكلة. بوزع كله على الحتت، حتى الحتت الفاضية بحط فيها عشان كله يبقى متوزع في القالب. عايزة تستغني عن الخطوة دي كلها استغني عليها زي ما قلتلك، وقلبي الفواكه المسكرة كلها مع الخليط، سهلة يعني ما فيهاش حاجة. هنبتدي بقى نجيب الكريز ونبتدي نعمله صف واحد كده في النص، نبقى اضغط عليه بالراحة كده عشان يبقى ماسك في قلب الكيك. هنا بقى الكريز قسمته انصاف وابتدي احط كده خط زي خط كده في النص يدي منظر عشان التصوير بس، مش اكتر من كده. ما عندكيش ما فيش مشكلة، بس كده. هنحطها بقى على درجة حرارة 170 عفوا، بحط واحدتين كده في قلب على الوش كده عشان يدوا برضو لون من الفواكه المسكرة من غير طبعا الدقيق، يعني انا مش حطاهم في دقيق، يدي لون كده جميل مع الكيك. خلاص كده. هنبتدي بقى نسخن الفرن على درجة 170 قبل ما تحطيها بربع ساعة زي ما انتم شايفين اهي. بص المنظر، هنبتدي نحطها لحد ما تستوي. لقيتيها نية وانتي بتستوي وهي يعني قبل ما تطلعيها لقيتيها نية، يبقى تخفضي الحرارة من 170 ل 160 لحد ما تطلع بالمنظر الجميل ده. بصوا شكلها تحفة. جبنا بقى صينية ولا قالب سيرفيس وهنقلبه فيها بالمنظر ده. طبعا لازم نسلكها من القالب قبل ما نقلبها. بص المنظر مستوية من كل جوانب ازاي، في منتهى الجمال وناعمة وجميلة ولذيذة، ويعني هتعمليها على طول بالطريقة دي. بصوا ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. بصوا انتفخت ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. تضاعفت حجمها بالمنظر الجميل ده. طريقة سهلة وناجحة مليون المية. في كتير بيقولوا هي يعني بتغطس مننا في الفرن، يعني بتهبط مننا. عايزين نعرف السبب، امشوا بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها دي بالظبط، هتبقى تطلع معاكوا زي ما انتوا شايفين يعني، ولا غلطة يعني.
بس اعملوها بالخطوات اللي انا قلت لكم عليها. بصوا بقى هوريها لكم من جوه. بصوا ما شاء الله، اديني قطعت قطعه اهي في منتهى الجمال. بصوا الفواكه المسكره في النص زي ما سقطتش ولا حاجه، واللي حطها من فوق برضو ما سقطش في قلب الكيك من جوه. بصوا المنظر الجميل، الله اكبر. يلا بالهنا والشفا على قلوبكم. مفيش احلى من كده ولا اسهل من كده، مش هتاخد معاكم وقت، ولادك هيحبوها جدا. سهله جدا وناجحه 1,000,000%. وبالهنا والشفا على قلوبكم.